السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. واكلة اليوم النهاردة زي ما انتوا شايفين كده هنحضر احلى حبة عدس ان شاء الله نعملهم مع بعض. وحضري معانا كده بصلاية وطماطماية وجزراية متقطعين كده، وما تنسيش معلقة توم مفروم من اللي شايلينه في الفريزر، وحطيهم كده على العدس. واهم حاجة تكوني غسلتي العدس بتاعنا غسلة حلوة محترمة كده عشان لو في اي شوائب تطلع منه. ومعانا هنا التوابل بتاعتنا، مكعب من المرق وحبة ملح وفلفل اسود وفلفل احمر عشان يعزز لنا اللون. وطبعا الكمون اللي بيديله ريحة وطعم جميلة اي اكلة عندنا، اكلة شعبية للفول للبقوليات، التوم ده بيديله ريحة وطعم جميل ان شاء الله. فهنا حطينا التوابل بتاعتنا ونزلنا كده بمية سخنة من الكتل، بحيث ان المية السخنة تسرع لنا من سوى العدس، مش هياخد منك وقت على البوتاجاز. هتقلبي كده لحد ما مكعب المرق يدوب في قلب المية بتاعتنا، وتولعي البوتاجاز عليها لحد ما يتشرب المية بتاعته. وهيبدأ هنا زي ما انت شايفة كده دخل في مرحلة السوا، هتطفي عليه والبوتاجاز وتسيبيه يتشرب المية بتاعته لحد ما يبرد كده، وتضربيه في الخلاط زي ما انت شايفة. اضربيه ضربة محترمة بحيث ما يبقاش فيه اي قطع ماسكة في الجزر او في الطماطم. وهنكون حضرنا هنا زي ما انت شايفة كده معلقة من الثوم المفروم وبصلاية صغيرة هنشوحهم في معلقة من السمنة عشان نعمل للعدس بتاعنا طشة ونطلع له احلى ريحة كده تفحفح البيت وكله يستنى حبة العدس بتوعك عشان يغمس كده او يشربهم بالمعلقة حسب ما تحبي. وهتشوحيهم كده لحد ما يديك اللون الذهبي، وانزلي يلا اديها الطشة كده لأحلى شوية عدس وأحلى حلة عدس هنعملها بأقل الأسعار. طبعا زي ما انتوا عارفين الحلة دي هتكفي الأسرة كلها وكله هياكل ويشبع ان شاء الله. عندك حبة مخلل، عندك حبة سلطة، عندك جرجير، عندك بصل، الموجود عندك حطي كده جنب العدس بتاعنا واديله تقلبتين كده لحد ما ياخد من طعم الطشة بتاعتنا. ويلا كده حضري الطبق بتاعك واغرفي. عندنا طبعا كان عندنا موجود عندي البصل الاخضر، العدس يحب البصل الاخضر والجرجير. وحضري كده حبة عيش وتبقى دي غدوة النهاردة. ولو عجبتك أكلة النهاردة ما تنسيناش كده باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة. وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة.